عليكم متتبعين ديالي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم عندي اليوم. ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد النوغه بالتمر واللوز. تتجي غزاله وتتجي وسهله. المكونات ديالها ما فيهاش بزاف، فيها 3 ديال المكونات. يلا تابعوني. عندي هنايا هاد القطيره الزيتي باش غندهن يديا. عندي هنايا اللوز افيلي. عندي هنا سليفه ديال اللوز محمر غاسلاه ومحمر في المقيله. عندي هنايا التمر المعجون اللي جاهز، واللي ما عندوش جاهز وعنده التمر في الدار ممكن يفوروا ويطحنوا، تيجي حتى هو زوين. ولا كان التمر عندكم ماشي هكا بحال هكا كحل، تزيدوه واحد المعلقه ديال الكاكاو وشويه القرفه وتخلطوه وطحنوه. غادي ناخذ هذه فيها كيلو، غادي ناخذ النص فيها. بسم الله. غادي نضيفها هنايا هاد الزليفه. بسم الله. غادي ندير هاد الزليفه ديال اللوز ولا كاس ونص هكاك في نص كيلو، وغادي نخلطو مع هاد التميرات. اي نوع عندكم ديال اللوز، داك اللوز الرومي ولا البلدي. ندير هذا بلدي، ضروري يكون محمر. ماشي ضروري يكون اللوز، ممكن ديروا كاوكاو. انا راه مصاوبه واحد ديال الكاوكاو غادي نقطعو معاكم، وهذا ديال اللوز نقسموه على جوج هكايا، ونحاولوا اللوز ندخلوه لداخل. ندير واحد القطيره هكا د الزيت باش ما يبقاش يلصق لنا في يدينا. نديرو هكا حلول بحال شكل الفقاص، وندخلو اللويزات هكايا. غادي نقسمونا هكا على جوج. ندير واحد القطره هكا د الزيت باش ما يلصقليش في يدي. على حسب الرق ولا الغلط، داكشي اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديرو مغلاضين تديرو مغلاضين، بغيتو ديرو مقوقين هكايا ديروهم متوسطين. تيجيو هكا زوينين. هاد الشكل ديال النوكا تيجي بحال شكل الفاكهه، تيتحطوا مع الفاكهه. وتنفندوهم في اللوز هكا يفيلين. نحاولوا ندخلوا اللويزات لداخل، تنسوديوهم. غنبقى هكا حتى نكمل هاد غادي نفندوهم هكايا في هاد اللوز فيلي. نفندوهم مزيان. صافي هكايا. وغادي نديرهم، غنفرش البلاستيكه هكايا السلوفان، وغادي نديرهم هكا في الفريغو. غنديرهم في المجمد باش يشدوا، باش منين نجي نقطعهم يجيوني مقادين.
عاوتاني نغطيهم على حسب الريحه. من الا كانت شي حاجه في الثلاجه ما يشموليش ريحه الماكله ولا ريحه اللحم ولا. المهم غنديرو في الكونجيلاتور حتى يجمدوا، وعاد عاد نقطعهم معاكم. غادي نقطع معكم هذا ديال هذا ما صورتولكمش، ولكن راه بحال في الطريقه. هذا ديال الجنجلان وكاوكاو والتمر مصوبه في مفوره في الدار. غادي نقطع معكم هذا وهو جد، هو قصاح. بسم الله. الشكل اللي بغيتو نتوما قطعوه. تنخليه هكا شويه، تندير هكا بصبعي القياس ونقطع حتى هذا ديال الجنجلان والكاوكاو تيجي حتى هو زوين. الموس يكون ماضي باش يهرس داك اللوز ولا الكاوكاو اللي تيكون من الداخل. هاد النوكا تصلح مع الفاكهه، تصلح هكا لرمضان، مع عاود تاكلي التمر بوحدو، تاكلي هكا معمر، يصلح بزاف الحويجات. بالنسبه لهاد العجينه ديال التمر، دايره فيها معلقه ديال الكاكاو ومعلقه صغيره ديال القرفه، مفوره وطحناه، وعاد مفنده فيه هاد الجنجلان، ماشي بحال هذاك اللي صوت به ديال اللوز. هذا قصاح هانتوما، اللي تيقصاح صافي تنقطعه. بسم الله. تنستمروا هكا وحتى تنكملوا. الشكل النهائي ديال النوكا ديالنا هي شو كي جات، تبارك الله. هانتوما شوفوا، هذه ديال اللوز، اللوز صحيح واللوز افيلي، وهذه ديال الجنجلان وكاوكاو، نفس الطريقه بحال. هانتوما شوف كي تجي ديال التحمار الوجه. نتمنى ان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشجعوني باللايكات والكومنتات، واللي مازال ما اشترك يشترك، فضلا وليس امرا، وشكرا. بالصحه والراحه.